السلام عليكم. اليوم عندنا قصة جديدة. القصة ديال اليوم غادي تبدا من ولاية ويسكونسن، بالضبط في واحد الدار بعيدة على أعين الناس، فين كانت كتعيش مراهقة سميتها آشلي مارتيسو. آشلي بدات حياتها بريئة، ولكن للأسف غادي تنتهي نهار عيد ميلادها بالضبط ملي دارت 17 سنة بطريقة ما يتخيلهاش العقل، وجد مرعبة ومؤلمة. شنو السبب اللي خلى آشلي دير جريمة مرعبة بحال هادي؟ حسب المصادر اللي قريت، آشلي ما كانتش كتعيش طفولة عادية، بل كانت محاصرة وسط جحيم. والسبب في هذا الجحيم حسب أقوال آشلي هو زوج الأم اللي كان عنيف معها لدرجة أنه كان كيضربها كل نهار، كيهينها وكيهددها، حتى أنه منعها من الخروج مع صحاباتها. زوج الأم في الأصل ما كانش إنسان طبيعي، لأنه عنده سوابق وماضي عنيف، حتى أنه كان كيدخل للسجن بسبب المخدرات. يعني هنا غنعرفوا أن زوج الأم حتى هو ما كانش إنسان عادي. الأم بدل ما تحمي بنتها كانت هي أيضا قاسية. أولا ما عرفاتش تختار الأب المناسب لأطفالها، حيث آشلي ما كانتش غير بوحدها اللي عنده، بل كانوا معها خوتا وحدين اخرين. ثانيا كانت كتغمض عينيها على تصرفات ديال الزوج ديالها تجاه آشلي، وللأسف هاد الشي غادي يسالي بنهاية مؤسفة نهار 6 مارس سنة 2015، بالضبط نهار عيد ميلاد آشلي. توماس اللي هو زوج الأم بدا كيهددها عاود تاني كيف العادة، وكيغوت وكيف دائما كيقول لها أنا غادي نعاود لك ترابي. مهم آشلي ما كانش كيعجبها التصرف. في هاد اللحظة حسات بيه خطر عليها ويقدر شي نهار يصفيها ليها، وهنا خدات قرار أنه هو اللي خاصو يمشي من هاد العالم. مشات كتجري، هزات بندقية للصيد. في ديك اللحظة تقابلات مع توماس. هو ملي شافها ما تيقش أنه ممكن تيري فيه، وتقدم قبالتها وبكل ثقة عاد بالو راه ما غتيريش فيه، ولكن للأسف طلقة واحدة كانت فاصلة في حياة توماس. طاح في الأرض جثة هامدة. الأم سمعت الصوت ديال الرصاص، جات كتجري، شافت منظر مرعب قدامها، بنتها قتلات الزوج ديالها. بدات كتغوت وكتضرب في آشلي، وآشلي في ديك اللحظة دمها مازال كيغلي. مشات كتجري، جابت سكين من المطبخ وبدات كطعن في الأم ديالها أكثر من 35 طعنة بدون توقف. من بعد جمعات خوتها الصغار في البيت وطلبات منهم ما يخرجوش، وعيطات على الصديق ديالها رايان، وهربوا حتى لولاية إنديانا. ولكن الهروب ما طولش، لأنه الشرطة قدرت تشدهم في نهار واحد فقط. في المحكمة حاولوا يصوروا آشلي كقاتلة بدم بارد، ولكن الدفاع كشف الحقيقة. آشلي كانت ضحية عنف منزلي لسنوات، كانت كتعيش في الرعب، وكانت مقتنعة أنه زوج الأم غادي يأذيها هي الأولى. ومع ذلك القاضي حكم عليها ب23 سنة و17 سنة تحت المراقبة. ولكن الجدال مازال مستمر، واش آشلي قاتلة بدم بارد أو لا ضحية دارت جريمة باش تهرب من الجحيم؟